يا سلام عليك يا تريزيجيه. تريزيجيه يا جماعه مفيش احلى واجمل من كده. يا سلام عليك تريزيجول. شفت ادي الحطه وادي الشقطه في الجون على طول يا جماعه. يعني تريزيجيه خلص كل الكلام النهارده، حلويات. هو ده عنوان اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل متابعيني وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان. الأهلي يفوز على يانج أفريكانز التنزاني بثنائية محمود حسن تريزيجيه. تريزيجيه يا جماعة بصراحة هداف الأهلي في الدوري، هداف الأهلي بأفريقيا النهاردة بتسجيله للهدف الخامس، وهداف دوري أبطال أفريقيا. لو وصلك بقى الفيديو يا حبيب اخوك ما تنساش طبعا اللايك والفولو دعما لاخوك وحبيبك يوسف، عشان بس انا نجيب لك كل جديد سواء في طبعا الاحداث المحليه او الاحداث العالميه. وحشنا طبعا الاجواء المحليه خلاص، وعودتنا مره ثانيه لاجواء الشامبيونز ليج دوري ابطال افريقيا، وبمباراه النادي الاهلي النهارده. الاهلي طبعا بصراحه هنخش طبعا في تفاصيل اللقاء وتحليلنا للمباراه النهارده. الاهلي طبعا شوط اول ضعيف جدا بصراحه، باستثناء بس لقطه تريزيجيه المضيئه في نهايه الشوط الاول، هي دي اللي دخلت الاهلي في الجيم. رغم ان الشوط الاول يا جماعه يعني الاهلي بدا النهارده، شفنا طبعا الظهور الاول لمروان عثمان اوتاكا. النهارده لعب بدا بيه يستروب اساسي، يعني لسه في الظهور الاول ظهور مقبول. لسه مروان عثمان من المهاجمين المميزين، شفناهم مع كليوباترا، من اللاعبين الجيدين. لسه اما نشوف ما ياخد وقت ويتاقلم مع الفريق مع النادي الاهلي. تريزيجيه طبعا النهارده وزيزو، يعني كان اول نص ساعه او اول ربع ساعه في النادي الاهلي مش قادر يتخطى وسط ملعب او وديفنس فريق يانج افريكانز. لكن الحقيقه انا بيدرو جونزافيلس مدرب يانج افريكانز النهارده، يعني هو لما استقبل هدف راح جاي الشوط الثاني، من بدايه الشوط الثاني فتح الجيم. وما تفتح الجيم والنادي الاهلي قدام النادي الاهلي خلاص بقى استقبل بقى. فاللي ساعد يستروب في الشوط الثاني اللي خلاص الجيم بقى مفتوح، غير الشوط الاول الفريق كان بيلعب بيميل ل 4-5-1 او 5-4-1 اللي قافلين العمق وعاملين دفاع منطقه، وبيقابلوا بيقابلوا النادي الاهلي من نص ملعبهم على طول، وقافلين الدنيا وقافلين ميه ونور. لكن النادي الاهلي لما سرع الريتم الشوط الثاني عكس الشوط الاول. الشوط الاول كان الريتم كان ضعيف. الاهلي مش ده النادي الاهلي، يعني تحس كده ان طبعا اللعيبه بقى لها فتره ما لعبوش مع بعض، لسه بعد فتره طويله بسبب توقف الدوري طبعا وكاس الامم الافريقيه ومشاركتهم مع المنتخب. لكن النهارده طبعا لازم نشيد